السؤال ده مهم جدا 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 من الاستاذه نور محمود، بتقول الطفل اللي عنده تشتت ينفع ياخد اونلاين؟ حضرتك حكمت عليه منين ان هو عنده تشتت؟ اصل ابني ما بيقعدش، اصل ابني عصبي، اصل ابني بيقطع. يا جماعه والله الاولاد كلهم كده، كل الاولاد كده، ده غصب عننا بسبب التكنولوجيا وتعرضهم لشاشات التليفون والتلفزيون. فالطفل بينفع، والله بينفع، ده بالعكس الاونلاين افضل للطفل. يعني انا هتقول لي الطفل اللي عنده تشتت ده يروح سنتر ولا يروح اونلاين؟ السنتر انت حضرتك مش حاضره معاه الحصه ولا شايفاه، المستر هيشرح الحصه، انت ما عرفتيش هو قال ايه ولا حكى ايه ولا عمل ايه. لكن الاونلاين ابني بيشوف الحصه وانا بشوفها معاه، شايفه المستر بيشرح ازاي، طريقته ازاي، بيقول ايه، بيتكلم ازاي. فلما اجي اعيد الدرس على ابني، تمام، هبقى عارفه اقول زي المستر، فبيكون الاستفاده اكتر من ما يكون شغال معاه مدرس. تمام، ليه؟ لان الولد هنا بيلاقي تطابق، المستر بيقوله ما هو بتقوله، غير بقى لما انت حضرتك ما تكونش شايفه الحصه. ايه اللي بيحصل؟ المستر يقول، ده اللي بيحصل في حضانات، الحضانه تقول حاجه تمشي بطريقه معينه، والام في البيت تقول حاجه تانية خالص، فالولد يقول مين اللي صح، ماما صح ولا الحضانه اللي صح ولا المستر اللي صح، فيروح كارف للموضوع خالص. انا مش مخه يتشتت يعمل ايرور مين اللي صح. لكن لو حضرتك بتشوف الحصه معاه في البيت برجع اعيد عليه، فده بيحقق نتيجه ممتازه جدا 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 جدا. فاللي يقول لك تشتت، مفيش الكلام ده خالص، ده بالعكس احنا بنبيض الحصه في الكراسه ونشوفها ونعيدها، ونقدر نشوف الحصه مره واثنين وثلاثه. فين؟ في الاونلاين الحصه موجوده بنشوفها مره واثنين وثلاثه. تمام، ده في عجاله على السؤال ده. نشوف السؤال اللي بعده.